مساء الخير، اسعد الله مساكم بكل خير. حديثنا هذا المساء هو استكمال لما طرحناه في حديث سابق عن قيام بعض الجهات المحسوبة على الاتحاد بتوجيه رسائل عبر الميديا انه وين التجار وين الداعمين. وجديد هذا الموضوع هو احد اعضاء الاتحاد الجدد الاخ انور السروري، على اساس انه حاليا العقلية الاقتصادية للاتحاد ومدير تجاري بطيران العيسي وعضو لجنة المجتمع وعضو لجنة يعني أخذ عضوية لجان ما أخذوهاش نجوم خدموا كرة القدم اليمنية العقود. طلع الكابتن أنور يقول ندعو اللي كانوا يترشحوا للاتحاد إنهم يتبنوا منتخب ويصرفوا عليه ومن الألف للياء. يا كابتن أنور ما تخجلش وأنت تقول هذا الكلام وأنت لاعب دولي وعلى أساس فاهم؟ ما تخيلش، ما تحسش انه عيب هذا الكلام؟ هذه منتخبات تمثل بلد، معها وزارة، معها اتحاد، مدعومة بملايين الدولارات من الاتحاد الدولي، من الاتحادات القارية، من صندوق الناشئ. موازنتكم حق سنة واحدة 14 مليار، مدري هي قعيطي ولا ثانية، وتجي تسوق علينا هذا الكلام وتطرحه بكل جرأة، وبعدين مادح نفسه كذاب. وانا خسرني وحدة صنعاء وانا عندي خبرة وانا يعني العيسي اخذك دورة دراسية على حسابه، ما فيش لك اي اثر بالميدان، يعني حتى ما حصلش نادي يرشحك. فريقك وحدة صنعاء هذا الذي انت تقول انك اسطورة ما رشحكش، تروح ترشح باسم نادي بالمحويط بمعرفة العيسي. والله لولا العيسي ما تفوز لا انت ولا غيرك. فلا تتهور. شوف اعضاء الاتحاد كلهم ياكلوا ويشربوا وعايشين بالقاهرة ويصطرفوا ويبتعدوا من الاعلام. بعضهم يبتعد ما يشتيش يدخل بمتاهات، وبعضهم ما عندوش قدرة على الحديث. فلا تعتبر نفسك انك مقطع السمكة بذيلها وانه معك لسان وانك بتفهم الناس وتطلع بالمقابلات انا خسرني وحدة صنعاء واحنا وضعنا معايير وانا حاولت للصلح بين الاندية والعيسي يعجب بفكرتي وقال لي انا مؤيد لك. انتم اتحاد فاسد، اتحاد جاهل، والله لو معك شهادة من هنا للسماء. لو بك خير إن كان عينك وحدة صنعاء استفادوا منك. أنت واحد مصلحي كنت تفتح الفلة لضيوف العيسي وتغلق الباب، تسوق للعيسي مشاويره الخاصة. فأنا يعني ترشحت لحق أساطير الخليج هذه بحق تكريم الخليج بدون أحقية. قال لك أنا كنت جاهز وأنا كنت بالكويت وكان معي فيزا. هذا موضوع الفيز تلعبوا بقى الذي تشتوا. دخلتم ناس الكويت مليان، لكن اللي هم مقصودين بالتكريم لأنهم من أندية ولأنهم أشخاص مش مرغوبين للعيسي رجعتم تدوا هذه الأسطوانات. خليك بعيد من الإعلام، حب العيسي بينك أنت وهو. خلي هذه الفترة على فكرة قد عملها مع لاعبين كثير قبلك، لا تفكرش أنه يتقرب من اللاعب ويدفع له آلاف الدولارات وبالزوب سيارته الخاصة وعشاء ومدري إيش. بعد فترة فلان بالباب يا شيخ قال قزعوه. فلا تغتر بهذه الفترة اللي أنت جالس معه وتمدح زيادة وتعمل لك يعني تخلي الناس ياخذوا عليك ملاحظات. احنا طرحنا معايير والواجهة المضيئة انه بيتكرم 20 يمني، 20 نجم يمني، 20 يتكرموا، 20 يتكرم 100 يكون بالأحقية بالناس اللي خدموا وقدموا واحترفوا وحققوا بطولات. مش من لعب لي 3 مباريات بالظرافي قال قدوه اسطورة. فخفف الظهور الإعلامي ولا بطل أحسن لك، وكل واشرب وعيش ودور ضيافات بقطر عند الشيخ الحجاجي عند الشيخ مدري من، لأنه هذا أسلوبكم. يعني سلك بالله ما تخجلش وانت لاعب دولي تقول الأخوة اللي كانوا مترشحين للاتحاد واحد يتبنى المنتخب يصرف عليه من الألف للياء. ما تخجلش تقول هذا الكلام وانت عارف ان هذا منتخب بلد وراه ميزانيات وراه دعم. تشتي تقول ان العيسي يصرف على منتخبات، اتحداك انت وهو إذا هو صرف على منتخب ريال من جيبه، تحداك قدموا ما يفيد. ملايين الدولارات من الاتحادات الدولية والقارية ومليارات الريالات من الاتحاد الوزارة والصندوق. تقرير واحد لكم حق سنة داخله 14 مليار كلها موزعة على العيسي للملاحة، العيسي للسباحة، العيسي للصرافة، باشنفر للملابس، كلها حسابات وهمية ومشاركات ما تخسروا فيها إلا 10% من موارد الاتحاد. فلا تجي تسوق علينا يا أنور السروري الكلام هذا. خليك ساكت. صمت دهرا ونطق كفرا. خليك ساكت لك كذا مع الناس. الحين بتسوي نفسك انك ذيب وانك بتفهم الناس وانك تعرف تتكلم. هذا كلامك كله مردود عليك. انتم فاسدين، والذي ترشحوا للاتحاد تآمرتم عليهم، وانت بنفسك ما عاد حصلت الا نادي بالمحويت انقذك.
فلا تسوي فيها لما تتكلم مع ناس بالاتحاد تحس كده انهم اتحاد دولي وانهم فاهمين. والله ما عندكم ما عند جدتي. سوالف من حق زمان، شغل من حق زمان، اتحاد عقيم فاشل، نهابين فاسدين. فهذا اللي نرد عليك هذه المرة، وإذا زدنا نشوف لك من حقك هذه الخزعبلات اللي تديها بنرد عليك بشكل أقوى. تحياتنا لكم.